والحلقة ديت بتعتمد على الباحث المصري أحمد عثمان بشكل رئيسي دونا عن أي أبحاث أخرى سأقوم بتلخيصها من خلال ذلك الفيديو. وللباحث أحمد عثمان كتاب اسمه غريب في وادي الملوك، يقصد بهذا الغريب سيدنا يوسف عليه السلام. وهسيب لكم لينك الكتاب في الديسكريبشن أسفل الفيديو، وهوفر على حضرتك تقريبا 4 ساعات لقراءة هذا الكتاب، لأن موجود مسموع على اليوتيوب بمدة 4 ساعات تقريبا. وهسيب لكم لينك اللي مش عايز يقرأ وعايز يسمع الكتاب بالكامل أسفل الفيديو. ملحوظة: تم ترجمة كتاب غريب في وادي الملوك لعدة لغات. نيجي لآية وشروه بثمن بخس دراهم معدودة. المتعارف عليه في عهد الفراعنة أن الشراء والبيع كان بتبادل السلع، لكن في عهد الأسرة ال18 وجدت بعض الأدلة التي تقول أنه في عهد أمنحتب الثاني تم استخدام قطع من المعدن والذهب والفضة كوسيلة لشراء السلع. كما أن العالم عبد المحسن بكر يشير في كتابه أن وثيقة قانونية وجدت من عهد الأسرة ال18 تقول الوثيقة دبين من الفضة تم دفعهما مقابل عبد. واحنا عارفين أن يوسف اتباع كعبد مقابل الدرهم اللي هو معدن الفضة. ومش بعيد يكون العبد دوت يوسف عليه السلام انه كان متواجد خلال الأسرة ال18. وبكده زي ما قلنا في حلقة فرعون موسى هو رمسيس الثاني، اللينك بتاعها الموجود بالمواصفات زي ما ورد في القرآن الكريم: ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. إن جت بعد كده الأسرة ال19، ودي الأسرة اللي جت بعد سيدنا يوسف اللي جاء فيها سيدنا موسى. يبقى سيدنا يوسف كان موجود في عهد الأسرة ال18، وجه من بعد منه سيدنا موسى في عهد الأسرة ال19. لما جه سيدنا موسى بالرسالة جابوا سيرة يوسف زي ما ورد في الآية الكريمة، بعكس ما ورد في مسلسل يوسف الإيراني. الفرعون اللي اتخذ يوسف وزيرا له كان تحتمس الرابع، اللي هو كان ملقب بأمير الأحلام وصاحب لوحة الحلم. بالتالي قام بتفسير الحلم المجاعة له. طبعا ذكرنا حكاية قصة لوحة الحلم، اللوحة الجرانيطية المعلقة في مدخل تمثال أبو الهول بحلقة الوجوه الحقيقية للفراعنة. اللينك بتاعها في الديسكريبشن اللي عايز يرجع ليها. ويرجع طبيب جراح في جامعة إمبريال بلندن أن تحليل الوفاة المبكرة لتحتمس الرابع نتيجة وجود صرع زمني عائلي. الأسرة 18 اللي فيها إخناتون وتوت عنخ آمون تعاني من مرض الصرع المتوارث فيما بينهم، فيرجع وفاته المبكرة لكثرة رؤاه الدينية، وهو نوع من الصرع مرتبط بالرؤى الروحية الشديدة والتدين. عشان كده هو كان ملقب بأمير الأحلام. ومن أدلة أن يوسف هو يويا، الاسم يويا هو اسم غريب على المصريين، فالأرجح أنه لم يتم قراءته جيدا لعدم المعرفة التامة باللغة الهيروغليفية، أو أن اسم يوسف كان غريبا على المصريين فعندما نطقوه لم ينطقوه يوسف وإنما نطقوه يويا. في ويكيبيديا الإنجليزي بعد ما طبقنا خاصية الترجمة الموجودة بالمتصفح، يعتقد بعض علماء المصريات أن يويا كان من أصل أجنبي سوري عادة، ولهذا يمكن تهجئة اسم يويا بعدة طرق مختلفة. ومن الممكن أن يكون من سلالة أسيوية، المهاجرين أو العبيد الذين ارتقوا ليصبحوا أعضاء في طبقة النبلاء المحليين. وكده نعرف أن يويا أصوله أجنبية غير مصري، غالبا من سوريا من بلاد الشام، أو كان من المهاجرين أو العبيد اللي أصبح بعد ذلك وزير الملك. كما ورد في العهد القديم في سفر التكوين 41-42: نزع فرعون خاتمه من يده ووضعه في يد يوسف. وزي ما ورد على التابوت الخشبي ليويا بأنه لقب حامل ختم الملك في مصر العليا والسفلى، وألبسه ثياب كتان فاخرة وطوق عنقه بطوق من ذهب. منح الفرعون ليوسف وسام الشرف، وهو عبارة عن قلادة ذهبية، ولذلك نجد كان لدى يويا قلادة ذهبية سقطت بعض خرزاتها داخل تابوته واستقرت تحت رأسه. حمل يويا العديد من الألقاب، كان من بينها نائب جلالة الملك، الأفضل عند الرب، الحافظ لسر الرب، الحكيم، الأول بين أصحاب الملك. طيب، ورد في القرآن إن سيدنا يعقوب قال لأولاده قال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. فلو قلنا إن سيدنا يوسف كان موجود في عهد الهكسوس، هنلاقي الهكسوس كانوا قاعدين في مدينة اسمها أفاريس، كانت محاطة بجدران عظيمة، بعكس مدينة طيبة
إنها المدينة ذات الأبواب العديدة، زي ما قال الشاعر الإغريقي هومر عن مدينة طيبة أنها المدينة التي تحتوي 100 باب. أبناء سيدنا يوسف ما كانوش رايحين في عهد الهكسوس لمدينة أفاريس التابعة للهكسوس، وإنما إلى مدينة طيبة ذات الأبواب المتعددة. وده إفريز يعود لعهد الأسرة 18 يحمل صورة جماعة من الآسيويين الذين قدموا لمصر وقاموا بتحية الفرعون عن طريق السجود له. وزي ما احنا عارفين إن إخوة يوسف ووالده عندما قدموا لمصر قاموا بتحيته عن طريق السجود له، زي ما ورد في الآية الكريمة بسورة يوسف. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو. كما ورد في العهد القديم أن فرعون قال ليوسف أرض مصر أمامك فانزل أباك وإخوتك في أفضل الأرض ضعهم يقيمون في أرض جاسان وإن كنت تعرف أن بينهم ذوي خبرة فاعهد إليهم في الإشراف على مواشي. سفر التكوين 6:42. تم العثور في قبر يويا على لقب المشرف على مواشي سيد إخمي، وعشان كده عطى لوالده وإخواته المواشي لأن هي أساسا كانت موجودة تحت إشرافه. فعندنا الباحث المصري أحمد عثمان اللي كشف عن شخص سيدنا يوسف عليه السلام بالتاريخ الفرعوني، وكشف عن المومياء الموجودة حاليا بالمتحف المصري على أن تلك المومياء سيدنا يوسف عليه السلام. بالناس المعترضة على أن وجود مومياء لسيدنا يوسف أي أنه تم تحنيطه، ودوت موجود في العهد القديم للإنجيل، وموجود برضو في التوراة في سفر التكوين الآية 50 إن سيدنا يوسف حنط أبوه سيدنا يعقوب، إن أمر يوسف عبيده الأطباء أن يحنطوا أباه، وقد استغرق ذلك 40 يوما وهي الأيام المطلوبة لاستكمال التحنيط، وبكى المصريون عليه 70 يوما. فلو كان سيدنا يوسف موجود في عهد الهكسوس ليه هيحنط أبوه؟ ودي عادة المصريين الفراعنة مش من عادة الهكسوس. يبقى يوسف استحالة كان موجود في عهد الهكسوس، لكن كان موجود في العهد الفرعوني، لأن طبقا للعهد القديم الإنجيل أنه قام بتحنيط أبيه يعقوب. طيب الناس المعترضة على أن مومياء يوسف موجودة كموميا، وإزاي إذا كان حنط أبوه يعني هو ذات نفسه مش هيتحنط؟ زائد أن أحمد عثمان سأل شيخ الأزهر وقتها فقال له إن الأنبياء يجري عليهم أعراف الأقوام اللي هم عايشين ما بينهم، رغم إن هو ما التزمش باتباع الطقوس الدين المخالفة لدينه في وضعية يديه في التحنيط أو صقب أذنيه أو صقب أنفه. يقول عن جمال يويا إنه كان ذو شعر لونه بني داكن، احتفظت المومياء بالحواجب والرموش على عكس المومياوات الأخرى. يقول غرافته مصر عالم التشريح البريطاني الذي قام بفحص مومياء يويا، يقول شكل الرجل وخاصة الأنف يدل على أنه ليس مصريا، بل كان يدل على أنه مما هو شائع في أوروبا، أن شكله مما هو شائع في أوروبا أكثر مما هو في مصر. أكثر صورة تقريبية لمومياء سيدنا يوسف المفروض ان هي تبقى صورة النبي يوسف، طبقا للفنانين المختصين اللي استخدموا ادوات الكمبيوتر للحصول على تلك الصورة. وكان من عادة الفراعنة البنت هي اللي بتخطب الراجل، مش الراجل هو اللي بيخطب البنت، لا البنت هي اللي بتقوم باختيار زوجها. صحيح زوجها بيوفر لها المسكن، لكن هي بتختار تقول ده زوجي. كده كما ورد في القرآن الكريم عن عادة الفراعنة ان النساء هم اللي بيراودوا الرجال عن نفسهم، ان هم بيراودوا الرجال عن نفسهم سواء بالزواج او والعياذ بالله بالزنا. يعني بنات مصر في الوقت دوت كان يتدب في عينهم رصاصة يعني. طيب زي ما احنا عارفين ان يويا كان والد الملكة تي، كان من ألقاب يويا الأب الروحي للفرعون. طبعا الفرعون اللي هو مين؟ طبعا أمنحتب الثالث زوج ابنته، يبقى هو حماه الأب الروحي للفرعون. في سفر التكوين الإصحاح 45 يقول يوسف وقد جعلني أبا للفرعون. الألقاب يويا الموجودة على تابوته. وتزوج أمنحتب الثالث ابنة يويا رغم أنها لا تحمل دماء ملكية، جعلها زوجته الملكية الرسمية لمصر. وعكس عدم وجود معرفة لأصول يويا في مصر، معروف أصول زوجته تويا بصعيد مصر التي تعود للكهنة المعروفين داخل مصر. وزي ما قيل عن يويا في موقع ويكيبيديا، أبروخت يعني
يويا ايه كان نبي. عن آنن ايه في ويكيبيديا انه آنن ايه كان سكند بروفيت، النبي الثاني، نبيا مثل أبيه، كان جد إخناتون. فكتب ويجل في كتابه ذا لايف اند تايمز اوف أخناتن عن يويا جد إخناتون، يقول ايه أنفه معلق كالأنف السوري ذو وجه كنسي، زي ايه وجوه ايه الناس القساوسة. يشعر المرء عند النظر إليه أنه هو المسبب والبادئ في حركة الانقلاب الديني التي قادتها ابنته وختمها حفيده إخناتون على وجه التحديد، وهي ايه الدعوة إلى التوحيد. هو المسبب والبادئ في الدعوة ايه إلى التوحيد. نفرتيتي من نسل سيدنا يوسف. هندخل على موقع ويكيبيديا. نفرتيتي was the daughter of Ai and Loi. طيب ندخل على والدها آي في ويكيبيديا. نلاقي آي was the son of the carter يويا and his wife تويا أو توجويو. أبوها كان برضو ابن يويا وتوجويو، يبقى إيه؟ يبقى كان من أولاده إيه؟ ولدين اللي هو آي وآنن وتي. آي جاب نفرتيتي، ونفرتيتي اتجوزت إيه؟ إخناتون. يبقى نفرتيتي وإخناتون على كده كانوا من إيه؟ من نسل سيدنا يوسف. وعلى كده الابنة الكبرى لإخناتون ابنة نفرتيتي، وإخناتون الابنة الجميلة ميرت آتون هي برضو تبقى من نسل سيدنا يوسف. الجميلة ميرت آتون، الجميلة نفرتيتي، نفرتيتي معناها المرأة الجميلة. إخناتون نسل سيدنا يوسف داخل مصر أرض الأنبياء. وآخر نسله في مصر كان توت عنخ آمون. وبكده بعد كده إيه انتهى نسله في مصر، ودخلت مصر حقبة مظلمة في التاريخ لا يعرفها العلماء ما مر بها حتى ظهرت الأسرة التاسعة عشر.